حبايبي عاملين ايه؟ اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه اخباركم؟ ايه فينكم كده؟ جايالكم النهاردة بقى فكرة فيديو عظمة. هي مش فكرة، ان شاء الله بإذنك انت يا رب كلكم هتطبقوها في بيوتكم. بصوا انتوا بعد كده مش هتعملوا اللحمة الا بالمية الساقعة. بالمية الساقعة هاتي مية كده ازازتين من التلاجة وحطيهم في قلب الحلة، وحطي فيهم طبق اللحمة، كيس اللحمة، أي لحمة عندك حطيها، وهتلاقيها بإذنك انت يا رب تطلع أحلى وأحسن من بتاعة المطاعم مليون مرة. السر ده محدش هيعرفه كتير ومحدش هيقولولك كتير، السر ده عندي أنا بس. بصوا هتاكلوا احلى حتة لحمة بالمية الساقعة، بالمية الساقعة، وهتشوفوا ان شاء الله باذنك انت يا رب هتطلع حتة لحمة عظمة. جوزك هيقولك اعمليها كل يوم في البيت. طبعا محدش هيعمل لحمة كل يوم، بس هو يعني كل ما تيجي تعملي فتة هتعمليها بنفس الطريقة زي العسل. ايه السر بتاع المية الساقعة ده؟ السر ده انتوا لو جربتوه هتطلع معاكوا، بصوا ما شاء الله اللهم بارك، زي العسل. انا ما بسلقش لحمة بصراحة. ليه بقى ما بسلقش لحمة؟ للفتة، بحيث ان انا عايزة اكلها محمرة، ما انا هاخد منها شوربة برضو. هتشوفوا كل حاجة خطوة بخطوة. كملوا بس معايا الفيديو للآخر وما تضيعيش كل دقيقة فيه، وانت هتعرفي عمال الفتة على أصولها. امشي بالطريقة دي وبكل تكاتي وحركاتي وانتوا هتاكلوا احلى فتة. بحبكم، كل سنة وانتم طيبين. يلا حطوا لي بقى ايه اللايك الجميل بتاعكم، واشتركوا لي في القناة لو لسه ما اشتركتيش، واكتبي لي دعوة حلوة من قلبك. حطوا لي تعليق كده. انتوا مش بتحطوا لي تعليق ليه؟ مش بتكتبوا لي ليه تعليق؟ اكتبوا لي تعليق، اي حاجة تيجي في بالكم اكتبوا. كلكم بتتفرجوا على الفيديو، بصوا بقول لكم حطوا لي اللايك ازاي. كلكم بتتفرجوا على الفيديو، اكتبوا لي تعليق، اعملوا لي شير، اي حاجه للفيديو، عرفوني ان انتوا بتشوفوني. فاهمين؟ بس مش اكتر. بص بقى اللحمه هنا وحلاوتها. طبعا انا كنت حطاها مجمده، ما هي ده السر التاني. مجمده، مجمده. حطيتها، طلعتها من الفريزر مجمده وحطيتها في قلب الميه الساقعه، وحطيها على النار واقفلي عليها وشغلي عليها النور اول غلوتين علي، وبعد كده بقى استوى وطي. وطي وسيبيها على النار وملكيش دعوه. اوطي، هوطي، وهتشوفيها بعد شويه. بص انا برضو معاكي ايه، هفضل ايه اشق عليها شويه بشويه. هي اصلا مش هتاخد طول ما انتي موطيه، مش هتاخد ساعه على النار. اللهم بارك. هنا جبت معلقتين سمنه وجبت معلقتين توم. قلت هحمرهم. هنعمل بيهم ايه؟ هنعمل بيهم صلصه الفتة. بص بقى التكايه بتاعت ام هنا. هنا هنعمل ايه؟ هقول لك انا هنعمل ايه، هتشوفي. هنحط نص معلقه كزبره، والثوم بيتحمر. نص معلقه كزبره او نص معلقه كزبره. جربيها بالطريقه دي ان شاء الله هتطلع احلى فته باذنك انت يا رب، وهتشوفوا باذنك انت يا رب هتطلع احلى فته. سمي الله وصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. بصوا انا قلت بقى ايه، اقلب 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 اقلب. انا مش عايزه التومه بقى ايه تتحروق مني، انا عايزاها تبقى ذهبي كده زي ما انتوا شايفين. اهم حاجه تبقى ايدك في الحاجه، ما تسيبهاش وتمشي. خلاص انا قلت بقى اجيب ايه السر التاني. ايه السر التاني ده؟ اللي هو بقى الايه، الخل. في ناس بتعملها بخل وفي ناس ما بتعملهاش بخل. انا بقى عملتها بخل. بصوا اهو، سنة خل بس، معلقة خل مش اكتر ولا اقل. هو هنا 3 اسرار في قلب الفتة. ايه بقى؟ اول سر، اول سر نص معلقة كزبرة، تاني سر معلقة خل، تالت سر هتشوفوه معانا دلوقتي. انا قلت بقى ايه، حطيت طماطم. بصوا ما شاء الله كنت جايبه الطماطم حمرا كانت زي العسل. خلاص انا سبتها ايه بدأت تبكبك كده. قلت بقى حطيت الايه، نص معلقه بابريكا، نص معلقه كمون، نص معلقه فلفل اسمر، حطيت واحده شوربه ماجي، حطيت طبعا مش هحط كزبره ناشفه عشان احنا حاطين، حطيت معلقه ملح. بصوا خلاص المفروض ان انا كده هقفلها، لا مش هقفلها. هتشوفوا انا هعمل ايه. نص معلقه سكر اول ما تحطيه وهي لسه ما غلتش كده، نص. بصي هتخليلك الفتة زي السكر بإذن الله. هتاكلوا صوابعكم وراها. جربيها بالطريقة دي مش هتبطلي تعمليها كده. كانت ريحتها قلب البيت. ده طبعا ايه كان ملح بس، عشان كان ايه كان الملح ناقص فيها شوية. كانت ريحتها قلب البيت. اللهم بارك. حطوا لي بقى اللايك الجميل اهو، بقول لكم حطوا لي اللايك. جبت معلقتين سمنة. عايزة تستخدمي، بصي بقى اللحمة بحط ايدي فيها عشان ايه اشوفها كده بالمعلقه، لقيتها لسه ما استوتش، سبتها وانا برضو موطيه عليها النار. جبت معلقتين سمنه،
عندك انت سمنة بلدي حطي، عندك سمنة عادية حطي، وحطي ايه شوية زيت معاهم. ليه بقى الزيت يا موانا؟ عشان الزيت بيفلفل الرز، مش بيخليه ماسك في بعضه. اهم حاجة دي برضو تكاية مهمة قوي. بصوا انا حطيت شوية ملح اهو، واحط برضو حاجة تاني انتوا هتحبوها قوي قوي في الرز. بص شعراية، بس شعراية فلفل اسمر، يعني ربع معلقة كده، شعراية، مش ربع معلقة كمان. هيطلع بقى وهو بيستوي هتشم ريحته، على جماله، على جماله يستاهل بقكم. جربوه بالطريقة دي وهتدعولي ان شاء الله باذنك انت يا رب. وقول لي يا موانا الطريقة عملت معانا ايه. بصوا انا بوريهولكوا اهو، لا لسه هو كده ما فلفلش. بصوا انا برضو ايجي على اللحمة انا مش بسيبها، انا كده قفلت الكاميرا وهفضل اقلب فيه شوية، ورجعت لكم تاني برضو عشان ما اطولش عليكم. انا لازم اخليه ياخد على النار ايه، تشويحه كده. بص الصلصه ببص عليها اول ما الاقي السمنه فصلت من فوق اعرف ان الصلصه كده خلصت، انا كده طفيت عليها خلاص. بصوا بقى انا حطيت هنا هو الكوبايه اللي معايا دي ميه، وما حطيتش تاني، طلع اللهم بارك زي العسل ومفلفل. ما تحطيش على كل كوبايتين، على كل كوبايه سكر كل كوبايه رز كوبايه ميه، مش اكتر ولا اقل. بقول لكم برضو اعملوا لي لايك ما تنسوش. خلاص الرز كده استوى، حمرته كويس واستوى. بصوا بقى ريحة الفلفل الأسمر أصلا وأنا بفضي الرز كانت زي العسل، ما شاء الله. والله كان نص كيلو رز بس كان فيه بركة ربنا. قلت لك طول ما انت بتعملي الله سمي الله وصلي على الرسول، الحاجة هتبقى فيها بركة بإذنك انت يا رب. ده بقى عيش ايه انا كنت محمراه في الفرن، قطعته كده بالمقص وايه، ورحت مدخلاه الفرن في صينية، ما حمرتوش في زيت. ليه برضه ما نهلكش الحاجة، حرام عشان الزيت غالي وكده. لا دخلته الفرن هو نشف في قلب الصينية، ورحت مطلعه بقى قلت ايه، قلت احطه على الوش الفتة ليه. بصوا هنا انا قلت بقى ايه احط الصلصة وخلاص بقى. طبعا اللحمة ايه دي، اللحمة اتحمرت ما استلقتش، انا مش عايزاها تتسلق. انا خدت الشوربة اللي فايضة فيها وحطيت لها معلقة سمنة، ورحت مقلب قلب 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 في الحلة، وايه كده خلاص كانت اتحمرت. رحت حاطه لها بقى ايه وانا بقلبها كده شوية ملح وشوية فلفل اسمر، ظبطت البهارات بتاعتها، ورحت مطلعاها من الحلة كانت ريحتها قلب البيت. دي مش لحمة مسلوقة، دي لحمة محمرة، بس محمرة بطريقة هتعجبكم قوي 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 ان شاء الله باذنك انت يا رب. هتشوفوها اعتمدوها في اكلكم هتحبوها قوي. ولا بقى نروح لمطاعم ولا نشتري من مطاعم ولا اي، احنا في بيوتنا نقدر نعمل كل حاجة ان شاء الله. يا رب بس الطريقة تعجبكم، لو عجبتكم الطريقة قولوا لي يا ام هنا تسلم ايدك زي العسل. بصوا انا بتصور لكم بيها ازاي. اعملوا لي بقى اشتراك في القناة لو لسه ما عملتيش. بصوا بقى اللحمة المحمرة هنا عسل ازاي، انا بجيب لكم بس لونها، انا لا سلقاها ولا محمراها مخليه الحله تاكلها، لا انا برضو ايه محمراها سنه اللي هو تعرفي تاكليها، كفايه ريحتها وهي تتحمر اصلا كانت زي العسل. يلا تعالوا كلوا بقى معانا، حطي لي اللايك الجميل بتاعك والاشتراك. مع السلامه.